هل كل انسان فينا جواه شر مستني الفرصه او الظروف المناسبه عشان يمارس الشر؟ القصه بتبدا مع عالم واستاذ في جامعه ستانفورد اسمه فيليب زيمبرادو. جاب 24 طالب من الجامعه كلهم سالمين نفسيا وقسمهم لمجموعتين بشكل عشوائي، كل مجموعه 12 طالب. وعشان التجربه والمحاكاه تكون واقعيه اكتر هنعمل ارقام وزي موحد وزنازين. بس كان الاهم والاخطر من ده ان التجربه ما كانش ليها قواعد. اول يوم في التجربه الناس كلها بتضحك وبتهزر صحاب مع بعض، لكن المشكله بتبدا من تاني يوم في التجربه، لما واحد من الفريق الاول اللي هم السجانين طلب من واحد من الفريق الثاني اللي هم المساجين يعمل تمارين عنيفه، انزل لي 100 ضغط هنا. وواحد تاني طلب من واحد ان هو ما ينامش، وبدا يخترعوا عقوبات غريبه، وقف عريان، امسح لي ارضيه القبو. المفاجاه ان الناس اندمجوا لدرجه زيمبرادو نفسه ما كانش يتخيلها. التجربه كانت المفروض تقعد اسبوعين تقريبا، لكن انتهت في خلال 6 ايام لما طلاب كتير انهاروا وبداوا في العياط، وفي منهم طلب ان هو ينسحب من التجربه.